المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا باليمن والخير والبركات. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. ورشة عمل في أسمرة للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية. سيمينار للدفع بدور المعلمين التعليمي في عدوخالة. ألمانيا تنشر قوى قتالية في ليتوانيا. مارس الأكثر دفئا في العالم على الإطلاق ويغذيه تغير المناخ. وأول مغامر في العالم يعبر قارة أفريقيا ركضا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى البلاد بالخير واليمن والبركات. وأدى الآلاف صلاة العيد في ساحة الفاتح من سبتمبر في أسمرة، متجمعين من مساجد المدينة جماعات وفرادى مكبرين ومهللين. وأما صلاة العيد التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار، الذي ذكر في خطبة العيد بفوائد صوم رمضان وفرحة العيد وزكاة الفطر. وأوضح سماحته بأن في يوم العيد تتجلى معاني الإحسان ومكارم الأخلاق وروح الإخاء وانتصار الجود على الشح، داعيا النظر للفقراء والمعوزين بإنصاف ورحمة وبر وشفقة. وهنأ الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع بناة الوطن وحماته بالعيد هذا، وقد تم بث شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بالفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية مباشرة. وقد تم الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدن والبلدات الإريترية. نظم مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط ورشة عمل يوم 9 أبريل في أسمرة، تركزت حول تنفيذ حملة التطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية، وكذا توزيع فيتامين ألف تحت شعار تأمين صحة الأطفال بالجهد المشترك. ودعت الورشة التي حضرها مسؤولو الصحة ومدراء المديريات في الإقليم على القيام بالمتابعة الجادة لتطعيم الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات. وذكر مسؤول برنامج التحصين الوطني السيد تيدروس يحدوغو أن إريتريا مثال في تنفيذ برامج التحصين، موضحا بأن التطعيم الذي كان بنسبة 10% غداة الاستقلال وصل حاليا لنسبة 97%. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبرهانس والدقرقيس لتعزيز دور كافة قطاعات المجتمع والإدارات من أجل إنجاح حملة التطعيم. وأفاد مسؤول حملة التطعيم السيد جبر حروي ومسؤول التوعية والإعلام السيد هبت جبر مسكال أن حملة التطعيم من أهم البرامج الصحية الرئيسية. وحث المشاركون على توفير المرافقة الكافية في وقت مبكر حتى يكون العمل فعالا. ستجري الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين ألف في الفترة من 24 إلى 28 من أبريل 2024 في جميع أنحاء البلاد. نظمت إدارة التعليم في مديرية عدوخالة سيمينارا للدافع بدور المعلمين في العملية التعليمية، شارك فيه 500 معلم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ سفاي سبهاتو أن كفاءة التعليم ترتكز على وعي ومشاركة جميع قطاعات المجتمع عامة وكفاءة واستعداد المعلم خاصة. ودعا لمرور الأطفال برياض الأطفال لدورها الكبير في كفاءة ونتائج الطلاب. وأشار مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد تيدروس والدهيمانوت إلى أن مبادرات تقوية التعليم لن تنجح دون تفاني المعلم، داعيا المعلمين لتنفيذ كفؤ للمسؤولية الملقاة عليهم، مواصلة المجتمع مبادراتهم لتخفيف مصاعب التعليم.
أفاد مسؤول عيادة أروتا مساعد التمريض محمد آدم بأن وكلاء الصحة في القرى والكادر الصحي الجوال يقومون بدور فعال لتقديم الإسعافات الأولية في المناطق النائية في جيرا وأروتا. وشكر وجود 5 من وكلاء الصحة في الريف وممرض جوال واحد ويقومون بالتوعية وأنشطة مكافحة الأمراض، مشيرا بالأرقام إلى ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية. وأوضح توزيع الناموسيات في المناطق التي تستوطن بها الملاريا والقيام بأعمال نظافة البيئة. يقوم طلاب مديرية دكم حري بأنشطة بناء المدرجات للحد من انجراف التربة في المزارع نتيجة السيول القوية المنحدرة من الجبال والحفاظ على كل قطرة ماء. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه السيد داوود تخستي أن البرنامج الذي ينفذه طلاب مدرسة الثورة الثانوية الداخلية كل يوم السبت هو جزء من جهود استقرار التربة ورفع الإنتاج الزراعي وتنمية الغطاء النباتي. وذكر وجود برنامج لتوزيع النفير الذي بدأه الطلاب بمشاركة مختلف المؤسسات والشعب والطلاب. وقال مسؤول مدرسة الثورة الداخلية السيد سيوم حلم إن الطلاب يقومون بالعمل بحماس كبير لإدراكهم تأثير النفير على البيئة. ودعا مسؤول مكتب الزراعة السيد ألم مبرهة إلى مواصلة هذا العمل البناء الذي بدأ في ضاحية هدامو. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. أرسلت ألمانيا وحدة قتالية مجهزة بشكل كامل إلى ليتوانيا، وهي جزء من لواء يضم 3 كتائب مناورات سينتشر على الأراضي الليتوانية. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن اللواء سيكون جاهزا للعمل بحلول عام 2027، ومن المقرر أن يكون هناك وجود دائم لحوالي 5000 عسكري ألماني في ليتوانيا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن المجموعة الأولى وصلت إلى ليتوانيا مع مفتش الجيش الليفتنانت جنرال ألفونس ميس. ومن المقرر أن تزداد القيادة الأولية إلى قوة نشر قوامها حوالي 150 رجلا وامرأة بحلول نهاية عام 2024. وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتمركز فيها الجنود الألمان خارج البلاد على أساس دائم. قالت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن العالم شهد للتو أدفع شهر مارس على الإطلاق متوجا سلسلة استمرت 10 أشهر سجل فيها كل شهر رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة. وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن كل شهر من الأشهر ال10 الماضية كان الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق مقارنة بالشهر المقابل في السنوات السابقة. وبالفعل كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على كوكب الأرض في السجلات العالمية التي يعود تاريخها إلى عام 1850. الخبر الأخير: أصبح العداء البريطاني روس كوك أول مغامر في العالم يعبر القارة الأفريقية راكضا بطول الساحل الغربي من الجنوب إلى الشمال. ووصل كوك إلى منطقة رأس أنجلة شمال تونس على بعد 20 كيلومترا من مدينة بنزرت، وهي أقصى نقطة في القارة الأفريقية عبر خلالها 16 دولة. وعبر كوك ناميبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوغو وغانا والساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر قبل أن يختم جولته في تونس. وفي أبريل 2023 انطلق كوك من بلدية كيب أغولهاس أقصى نقطة في جنوب إفريقيا، وبحلول الوقت الذي عبر فيه الخط عند رأس أنجلا في بنزرت أقصى نقطة شمال تونس كان قد قطع مسافة أكثر من 16,000 كيلومتر. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. ورشة عمل في أسمر للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية.
سيمينار للدفع بدور المعلمين التعليمي في عدخالة. ألمانيا تنشر قوى قتالية في ليتوانيا. مارس الأكثر دفئا في العالم على الإطلاق ويغذيه تغير المناخ. وأول مغامر في العالم يعبر قارة أفريقيا ركضا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. دمتم في أمان الله.